السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الوداديين والوداديات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. واش كان خاصني نقول وداديات قبل ولا لا؟ انت سيرش من النسوية الله يهديك، اصلا الوداديين كيتفرجوا فيا اكثر من الوداديات ياكو. المهم في هاد الدويره هذه ديال اخر الاخبار غادي نشوفوا ميركاتو الوداد، غنشوفوا الوداد كيحاول يتعاقد مع مدرب جديد، واش قال عادل رمزي بعد ما تم فسخ التعاقد معاه. هادشي كامل والمزيد غادي نشوفوه في هذا الفيديو، فخليك معنا بديك اشتراك باش توصل بكاع الفيديوهات الجديده. بالمناسبه ديك اشتراك راه ممكن تحيدها في اي وقت بغيتي، ما تنساش انك تخلي واحد الاعجاب وكومونتير زوين في حالك تبارك الله. ويلا ندخلوا مباشره للفيديو. تلقى لاعب الوداد الرياضي زكريا أدراوي واحد الصدمة من مدرب المنتخب الجزائري، بحيث أنه معيط عليه في القائمة الأولية اللي كتضم 55 لاعب. قبل هذا كانت بزاف التقارير الصحفية توقعات أن اللاعب الودادي غادي يكون من المنادى عليهم في هذه القائمة، ولكن اللي بالماضي كان رأي آخر. زكريا أدراوي في المباريات الأخرى ديال الوداد أبان على علو كعبه، وهو اللاعب الوحيد في الوداد اللي شارك في كاع الدقائق ديال الوداد من اللي بدات. أي مباراة تفتحها تشاهد وجهها. في المقابل نادى جمال على غاية مرباح من فريق اتحاد طنجة، نيتو عنده علاقة بالاستدعاءات. تلقى بوليسامبو كذلك صدمة من منتخب السنغال، وما تمش المناداة عليه من آليو سيسيه. لأكون صريحا معكم، الدعوة اللي ما توجهتش لبوليسامبو فهي منطقية ومقبولة، حيت سامبو في هذه الأيام الأخيرة ولا ضعيف بزاف، وكيتعرض لسامبو بزاف ديال الانتقادات من طرف المشجعين الوداديين بسبب المستوى الضعيف الذي يقدمه. بعد ما تم الفسخ ديال عقد عادل رمزي من قبل الإدارة الودادية، خرج على صمته في تصريح له سبورت، وقال في السؤال اللي تطرح عليه: بطبيعة الحال كنتابع الأخبار اللي كاينة في مواقع التواصل الاجتماعي، ما كنقراش بزاف منها، ولكن كيوصلوني بعض الأخبار من المقربين ليا واللي كتقول أنني رفضت فسخ عقدي مع الوداد حتى نتواصل بمستحقاتي المالية. هاد البلانات هذه كلها كذوب. قال عادل رمزي: بالعكس، تواصل معايا الناصري بعد ما وصل فوزي البنزرتي للمغرب، وقبل نهار واحد من سفر الفريق لتنزانيا. وواخا كنت عارف الاخبار اللي كتهضر على الفسخ ديال العقد ديالي وما كانتش رسميه، فكنت مستعد باش نسافر لتنزانيا رفقه البعثه الوداديه، ولكن ملي هضر معايا رئيس الوداد سعيد الناصري وقال لي لكل بدايه نهايه، وقال شكرا على الفتره اللي قضيتها رفقه الوداد، قال اتفقنا على فسخ عقدي بالتراضي في 5 دقائق. الوداد كنكن ليه والجمهور ديالو الرائع حب كبير، عندي ذكريات زوينه معاه وما يمكنش انني ندير هذا التصرف هذا. قال: من تعاقدت مع الوداد الصيف اللي فات شاركنا في كأس الملك سلمان للأندية في السعودية، كانت هذه فرصة باش نتعرف على الوداد، وطالبت الرئيس بالتعاقد مع مهاجم وصانع لعب ومدافع، ولكن في الاخر تعاقدنا فقط مع جمال حركاس. قدمنا مستوى جيد جدا في الدوري الافريقي، ولكن بتفاصيل صغيرة خسرنا اللقب. قبل اياب النهائي ابتعد الرئيس لاسباب شخصية، وكنظن ان ديك الفترة هذيك هي فاش بدات المشاكل اللي كتغلغل في الوداد. في 7 مباريات خسرنا 4 متابعه، وقدرنا اننا نربحوا 3 متابعه. كنظن هذه هي العوده ديال الوداد، ولكن جا القرار ديال الفسخ ديال العقد ديالي، وانا كنحترم القرار ديال الاداره الوداديه وكنتمنى التوفيق للوداد. ملي جا سعيد الناصري سولني واش انا محتاج للمستحقات الماليه ديالو، كنقول ليه انا بغيت الكاس، ما كنفكرش في الامور الماليه. فريق كبير من قيمه الوداد ما غاديش نلقاو مشاكل ماليه، وخصوصا في فريق كبير من قيمة الوداد. هاد التجربة هذه اللي كانت في الوداد هي مفيدة ليا بزاف. عرفت بعد الخدمة في المغرب وفي افريقيا كي دايرة. علاقتي مع اللاعبين كانت مزيانة، ودوك اللي كيقولوا ان داخل مستودع الملابس وهاد التخربيق فهاد الشيء كامل غير كذوب، وعلاقتنا كنا بحال عائله وحده. كنعاود نقولها، كنتمنى التوفيق للوداد ونتمنى انه يحقق الالقاب مستقبلا ان شاء الله. أكدت بزاف التقارير أن فريق الوداد الرياضي غادي في اتجاه التعاقد مع مدرب جديد كمدرب مساعد لفوزي البنزرتي، وقالت نفس المصادر أن المدرب قرر الاستعانة بمدرب أجنبي، وأنه من المستبعد باش يبقى معتمد على محمد مديحي. تصدر الإشارة لأن البنزرتي كان واقع مع الوداد الأسبوع اللي فات. فخبر قريب ليه نيت رجع المدرب أحمد الطالبي باش يشرف على العارضة التقنية للوداد الرياضي الأمل، خلفا لمحمد مديحي
الصالحي اللي كان التحق بالطاقم التقني ديال الوداد. المدرب احمد طالبي هو لاعب سابق، كان لعب في النهضه البركانيه والوداد والماط وانديه بلجيكيه، وكان تولى تدريب الوداد الامل في سنوات سابقه. بعد ما تم اجراء الجوله 13 من البطوله الوطنيه القسم الثاني هواة شطر الشمال الغربي، فريق امل الوداد كاين في المركز الاخر ب9 نقاط فقط. أكدت تقارير أن سعيد الناصري رئيس الوداد قدم عرض رسمي للنادي المعيدر القطري بغرض الاستعانة بخدمات الهداف الكونغولي جيم بينزا على سبيل الإعارة. الإدارة الودادية قدمت عرض رسمي للاستفادة من خدمات مبيزا على سبيل الإعارة حتى لنهاية هذا الموسم، وكتستغل الإدارة الودادية الظروف ديال مبينزا تماك في قطر بحيث أنه ما تألقش مع الفريق، بالإضافة لأن الوداد كيحاول أنه يعزز مركز الهجوم بعد ما فشل صامبو الشرقي في إقناع المدربين وكذلك الجمهور. قال موقع جول أن أشرف داري قريب بزاف من العودة لفريق الوداد الرياضي بعد ما تحصل على الموافقة المبدئية من بريست الفرنسي. موقع جول قال أن نادي بريست سهل مأمورية ديال انتقال اللاعب للدوري المغربي وبالضبط للوداد، ووافق على تخفيض قيمة إعارة داري من 150 مليون ل 100 مليون. موقع جول نيت قال أن الوداد غادي يحاول أنه يفاوض بريست باش يخفضوا هذا المبلغ ل 60 مليون. أشرف داري كيتعتبر من أفضل اللاعبين اللي دازوا بالوداد، وكان حرفيا صخرة الوداد التي إذا مر اللاعب الكرة لا تمر. كان اللاعب محبوب الوداديين، فإذا ذكرت الوداد يجب أن تذكرها. لاعب كان يعتز به جميع الوداديين كونه يلعب في الوداد. لاعب سافر مع المنتخب لقطر وكان من المسجلين. كيتعتبر أشرف داري من بين اللاعبين اللي قدموا بزاف للوداد، وجدد العقد ديالو ل3 المواسم رياضيه قبل ما ينضم لبريست الفرنسي. هذا الانضمام هذا استفاد منه الوداد ماليا ديال بصح. وحتى بالنسبه للرحيل ديال اشرف داري كان فريمون واحد الحاجه اللي مؤثره بزاف. اشرف داري مشى من الوداد وبالدموع. كان حفل مغادره داري للجماهير الوداديه هاز تيفو ديالو هو غادي كيبكي. أكدت بزاف التقارير الصحفية أن حمد الهوني من المرشحين باش يغادر فريق الوداد. موقع الصريح الليبي قال أن الدولي حمد الهوني من المرشحين باش يغادر الوداد بعد ما أنه ما قدمش بزاف للفريق. نفس الموقع قال أن الهوني ووكيل أعماله كيتسناو الاجتماع مع البنزرتي باش يعرفوا محله من الإعراب، وكاينه بزاف ديال الرغبة من جماهير أنصار أهل طرابلس باستعادة خدماته. نفس المصادر قالت أنه من المقرر باش يتم الحسم في مستقبل اللاعب من قبل المدرب التونسي فوزي البنزرتي في الأيام القليلة المقبلة قبل ما ينطلق الميركاتو الشتوي. غنبقاو ديما معشين في هذا الميركاتو هذا، بحيث ان فوزي البنزرتي طالب رئيس الوداد بضروره التعاقد مع بعض الصفقات في الميركاتو، وحدد المدرب البنزرتي بالضبط مراكز الخصاص اللي كيعاني منها الوداد، وهي صانع العاب ومهاجم. البنزرتي قال ضروري التعاقد مع المهاجم ابو بكر تراوري مهاجم الدوري التونسي، المهاجم اللي قدر انه يسجل 8 الاهداف في 6 المباريات فقط. ماشي بعيد لهذا الخبر هذا هضر موقع 360 سبور على هاد الصفقة هذه، وقال أن إدارة الفريق التونسي كتطلب 500 مليون إلا بغاو يوافقوا على الرحيل ديال المهاجم، ومازال المفاوضات جارية بين الوداد الرياضي والفريق باش يقللوا الصفقة. المحاولة ديال ضم هاد اللاعب هذا كتجيب رغبة من البنزرتي في محاولة لتعزيز هداف الوداد. المهاجم أبو بكر تراوري عنده عقد مع الاتحاد المنستيري الموسمين. دابا غادي نمشيو لاخبار جديده، وهي المباراه المقبله لفريق الوداد ضد يوسفية برشيد، بحيث ان العصبه الاحترافيه حددت موعد هذه المواجهه المؤجله من جوله 9 من البطوله، وغادا تلعب مع 6 نهار السبت اللي جاي، وغادا تلعب في ملعب البشير في المحمديه. هذه المباراه هذه غتكون هي الاولى لفوز البنزرتي مع الوداد في الدوري المغربي بعد ما خسر المواجهه الاولى في دوري ابطال افريقيا لحساب الجوله 4 من دور المجموعات في الدوري الأبطال.
ماشي بعيد على اخبار المباريات كذلك، فقريب بزاف انه يتحدد موعد الديربي بين الوداد والرجاء. واكدت مصادر ان اللجنه من المرتقب باش تعلن على الموعد الرسمي ديال المباراه، واللي غيكون هو 4 يناير اللي جاي. هذه الخطوه هذه كتجي سعيا من اللجنه تجنب اجراء المباراه قبل انطلاق منافسات كاس افريقيا. وكيحتل الرجاء المركز الثاني في ترتيب البطوله برصيد 23 نقطه وعنده مباراه ناقصه، فيما الوداد كيحتل المركز الخامس ب 19 نقطه وعنده 3 مباريات ناقصه.